ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وصحة وسعادة ومبسوطين ومترطبين. النهاردة زي ما انتوا شايفين كده جاية اتكلم معاكم عن الماسك الرائع الجميل الهايل دوت من شركة ايفا، الانتي ايجينج، الكولاجين. الماسك دوت بصراحة هو تحفة جدا، عجبني. هما كاتبين عليه ان هو بيعزز تماسك البشرة، وان هو كمان بيقلل الخطوط الرفيعة، ده قايلينه في الاعلانات. تمام. بس يمكن تقليل الخطوط الرفيعة ده مع الوقت، اوكي. لكن موضوع ان هو من اول مرة كده لا، يعني ما اعتقدش اصلا الخطوط الرفيعة ديت بتتشال بالبوتوكس والفيلر وكده، يعني مش بتبقى بالحاجات الخارجية دي، كلنا عارفين الكلام دوت يعني. الا اذا كان بقى يعني في فاعلية مع الوقت، يعني ما علينا. بس هو عجبني لان هو فعلا عمل لي تعزيز لتماسك بشرتي. يعني انا حسيت ان انا حطيته في البداية، حسيت ان هو لازق كده وملزق، اوكي. فاخرت حتى كريم الليل احطه شوية، استنيت بتاع ربع ساعة كده على ما بشرتي شربته تهيأت لي. وبعدين حطيت كريم الليل، والصبح لقيت بشرتي فعلا انا حسيت انها زي ما يكون اسمك، زي ما يكون افضل، متماسكة. فحسيت بالاختلاف. طبعا التجاعيد اللي هي بين قورتي دي اللي عايزه لها بوتوكس ديت نعمت اكتر. في حاجه مهمه جدا لازم نراعيها في موضوع التجاعيد دوت، ان هو لازم نراعي موضوع السن. يعني في فرق بين اللي عندها 20 غير 30 غير 40 غير 50 غير 60 غير 70 طبعا. غير العوامل كمان اللي احنا يعني ايه بنتعرض لها، قلة شرب المية. غير قلة شرب المية، الشمس. يعني ممكن واحدة تبقى عندها 30 سنة بس التجاعيد واضحة قوي في وشها، بسبب التعرض الشديد للشمس والبرد والأجواء البيئية اللي هي غير يعني غير ظريفة، اللي مش ظريفة ديت. تمام. فلازم نفهم الموضوع ده كويس جدا في موضوع التجاعيد. يعني الحياة اللي احنا عايشينها غير كده كمان، السن، طبيعة السن دي نقطة. طيب حبيبنا ده بقى عمل لي ايه؟ عمل لي زي ما انا قلت لكم، هو عزز لي تماسك بشرتي. حسيت ان هي اتخن. انا على طول بعتمد على ماسكات الهيالورونيك اسيد، ومكتره الهيالورونيك اسيد جدا. دلوقتي بستخدمه في كل حاجة تقريبا. ماشي. بس حسيت مع ده باختلاف ان هو ما شاء الله، يعني خلى بشرتي فعلا اقوى. انا حسيت من اول مرة. فربنا يسهل، يمكن لما استخدم الاتنين شيت ماسك التانيين، لان هو 3 في قلب العبوة، 3 شيت ماسك، يعمل حاجة اقوى او حاجة احسن كمان، فتبقى يعني الحكاية تحفة. حلو. بس هو عجبني جدا من اول مرة. طيب نشوف بقى هو بيستخدم ازاي. هو بيستخدم بتنضفي بشرتك، تمام، وبعد كده بتحطيه عليها وبتسيبيه من 15 ل 30 دقيقة، وبعدين بتشطفيه. طبعا من الحاجات الرائعة جدا اللي احنا بنشكر شركة ايفا عليها، يعني 3 شيت ماسك ب40 جنيه او حتى ب50 جنيه يوم ما هيتمعظم، يعني لما يغلى يبقى حاجة موفرة جدا وهتفيد بشرتك جدا. مش عارفة قلت لكم المعلومة ديت قبل كده ولا لا، بس انا كنت سمعت شام الذهبي بنت أصالة اللي عملت لها طفرة في بشرتها ما شاء الله، يعني خلتها بيبي سكين. كانت شغالة في شركة ايفا، فالشركة دي عريقة جدا، مش هتخاطر باسمها. يعني انا كنت سمعت الموضوع ده مع رضوى الشربيني ومع منى الشاذلي. فبصراحة المنتج تحفة جدا ورائع. مش عارفة بقى، مش عايزة اقول عليكم وانا عمالة احكي ده كتير. يا رب كده يكون تكونوا استخدمتوه، اللي استخدموا يقولوا رأيهم، واللي ما استخدموش يستخدموه. ومش عايزه اطول عليكم في الفيديو، ويا رب تعملوا لايك وشير في القناه. ويا رب تعملوا يا رب تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا اشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس. ويا رب دايما اشوفكم بخير وصحه وسعاده ومبسوطين ومترطبين. ويا رب دايما فاكريني من دعائكم. سلام يا حلوين.